يقول جروح الأصحاب خلتني أصمم كم وأعجم ولا عد دريت إيش صابهم للآن. إن قلت هو حقد فأنا كنت صاحب دم، عليش بايح بدوة أنا لهم مخزان. وإن قلت قلة بصر منهم فليش أهتم، وليش عاد الوجع والضيق والأحزان. وإن قلت ما بش ضمير يمكن نعم يسلم، ويقول فعلا نعم ما بش ضمير إنسان. لأن لو شي ضمير ما تم ذي قد تم، ولا وقع ذي وقع من طعن واستجبان. يا هاجسي يقول لك كم من نذر لا يحلم يعيش مرتاح وهو عايش على النكران. بعنوان جروح الأصحاب بقلم الشاعر أبو علي صوال، تعبر بما فيها أداء والحان أبو قناف الطويل. بدعت قولي برب الكون ذي يعلم، خوافي الناس سبحانه عظيم الشان. الحمد لله عدمت نفس بني آدم، ملاحب القهوي شنت من سما همزان. وبعد يا جاسي لمن عاقد رنام، كما في القلب ضيق كأنه بركان. من باطل أصحابي كانوا مثل حيد أحرام، واليوم يا أبو علي سوى له هذا كان. بعد الثاقه والمخاوة ذي جارت في الدار، تغيروا ليش فجأة واصبحوا عدوان. بللت ضحيت سويت فوق ما يلزم، والتالي غبن قلبي غبن فوق غبان. لست ضير في وزاد الضيقات والهام، وكل واحد تفرش كنا معنا اخوان. ولكن اشكر سنين الجعجاع وفاق، عرفتني بهم والكل خبره بان. ما كنت افكر ولا اتوقع ولا اتوهم ان ياتي اليوم الذي فيه اكره الخلان، او اني يصبح على صحبتهم اتندم. ولكن الوقت لا كفه ولا ميزان، حياتنا مدرسة والكل يتعلم، وكل من بيشوف من كان عز إنسان. جروح الأصحاب خلتني أصم بكام، وأعجم ولا عد ليت إيش صابهم للآن. إن قلته حقدي فأنا كنت صاحب دام، علي شيبة يعقده وانا لهم مخزان. وان قلت قلة بصر منهم في ليش اهتم، وليش عاد الوجع والضيق والاحزان. وان قلت ما بش ضمير يمكن نعم يسلم، يقول فعلا نعم ما بش ضمير انسان. لأني لو شي ضمير ما تم ذي قدام، ولا وقع ذي وقع من طعنه واستجبان. يا جاس كل كم من مثل لا يعلم، يعيش مرتاح وهو عايش على النكران. يمكن جامل الصنايع وانشبع ينهام، ولا نصحت يردك دايم الغلطان. يا سلوات الروحي يكفي لي حالي قدام، يكفي لنا شرحي يكفي بختم القيفان. مسكا صالتي على خيرة بني آدم، محمد المصطفى ذي حبان.